السلام عليكم احبابي، ايش حالكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله بصحه وسعاده وعافيه. اليوم بسوي كوكيز، ميني كوكيز للاولاد للمدارس، ياخذوها معاهم يحطوها بكيس كذي نظيفه، ويعرفون كل واحد اهله شو حاطين له. اوكي يا احبابي، الحين نبتدي على بركه الله، سهله وبسيطه. الحين بخبركم، عندي هني 170 جرام زبده بحراره الغرفه، والزبدة حيواني أو نباتي على راحتكم، بس الحيواني أطيب وألذ. عندي هني سكر، عندي تقريبا 130 سكر بني، و130 سكر بودرة. والحين أخلطهم. الحين نخلطهم احنا بالمضرب، ولكن علشان ما يتطاير الشكر شوية بحركهم. اوكي يا احبابي، الحين بخلطهم بالمضرب الكهربائي الى ان يصبح الخليط كريمي. اقول لكم على الخطوات الاخرى. بسم الله نبدأ. الحين احبابي اخلطه الى ان يصبح الخليط كريمي. الحين احبابي عندي 2 بيضة بضيفهم، وعندي معلقة نشا، رشة ملح، والفانيلا. واخلط احبابي. الحين احبابي رفعنا المضرب وخلط بالسباتيولا. الحين عندي هني بيكنج سودا نص معلقة صغيرة، وعندي معلقة بيكنج باودر معلقة صغيرة. الحين عندي الطحين هني تقريبا كوبين ونص، ما يعادل 280 جرام. طحين رقم 2، أنا اللي استخدمه حاليا رقم 2. اوكي يا احبابي، ونخلط. عندي هني 160 جرام شوكليت شيبس، وعندي هني نكهة البندق، أضيف معلقة من نكهة البندق، النكهة اللي انتو تبوها طبعا. ونخلط إلى أن تتكون معانا عينة. الحين أحبابي مثل ما انتو شايفين صار بهذا القوام. الحين أقل شيء أخليها ساعة في الثلاجة، راح أغطيها وأتركها. ممكن تحطوها ليلة كاملة، بس أنا ساعة كفاية، ساعة ونشكلها إن شاء الله مع بعض. الحين أغطيها بكيس بلاستيك وأدخلها الثلاجة مثل ما قلت لكم مدة ساعة، وبعدين نشكلها. الحين أحبابي أنا طلعت عجينة الكوكيز، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين أرش شوية طحين هني. أنا خليتها يوم كامل، تقدرون انتو أقل شيء ساعة، وأكثر شيء إن شاء الله شهر بالفريزر. تحطوها، تقدرون تحطوها في الثلاجة، أي مكان تبون تحطوها، تغلفوها عدل، وبعدين إن شاء الله تشكلوها. الحين أنا بسوي الميني كوكيز. شوية طحين. الحين أحبابي كذا أقطعها عشوائي، يعني بدون ترتيب، شي بدون أي ترتيب. الحين بقرب لكم الصينية حتى تعرفون كيف أسويها. اوكي يا أحبابي، عشوائي كذي. أدخلها على درجة حرارة
160 لمدة تقريبا 15 دقيقة. اوكي يا احبابي، الحين بخليها وبرد لكم ان شاء الله، بدخلها الفرن وبرد لكم. الحين احبابي عندي الشوكولات شيبس، اضيف كم من حبة كذي ازينهم. هاي اكملهم احبابي وادخلهم الفرن على درجة حرارة 160 مدة 15 من 10 الى 15 دقيقة. الحين احبابي هذا الكوكيز مال حقنا ما شاء الله تبارك الرحمن، الحين دقيقة وبطلعه، اخذ من عندي 10 دقايق بالضبط. اوكي احبابي، الحين احبابي بعد ما طلعنا الكوكيز من الفرن، طبعا قلت لكم اخذ من عندي قسم اخذ مني 7 دقائق وقسم 10 دقائق الاكبر شوي، طبعا هو عشوائي. الحين بخبركم كيف نسوي اذا احنا نوديهم عيالنا للمدرسة. عندنا اكياس هني نخلي لهم كل 5 حبات مع بعض بالكيس هني، ياخذوا وياهم المدارس، ياخذون معاهم الرحلات، اعياد الميلاد احبابي، اي وقت. الحين نجي ناخذ شريط مني طبعا تربطوه حسب رغبتكم كيف ما حبيتوا. هالطريقة احبابي. واسوي الحين طريقة اخرى. انا الحين سويت واحد ثاني بعد باللون الوردي بالبنوتات. بعد عندنا طريقة اخرى بشوفكم اياها ان شاء الله. هني الكوكيز طبعا هو عشوائي، هذا مش مدور وكذي، لا. اربط نربطه كذي. وبعدين بهالطريقة احبابي، بهالطريقة. اوكي الحين كلهم ان شاء الله سووا بهالطريقة هذه على طبق التقديم احبابي. الحين احبابي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الكوكيز سويته بهالطريقة هذه للبنوتات وللاولاد ما شاء الله. بهالطريقة هذه ياخذوهم للمدارس، وصحة وعافية علينا وعليكم، واستودعكم الله وتركم حفظ الله. ما شاء الله تبارك الرحمن احبابي. الحين احبابي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الكوكيز حقنا حق عيالنا ما شاء الله تبارك الرحمن، للكبار والصغار، ولذاذة لذاذة لذاذة. استودعكم الله وتركم بحفظ الله احبابي، مع الف سلامة، الله يحفظكم.